الهدف من الحقن المجهري ان المريض تروح ببيبي يكون سليم. بنحاول نفصل الموضوع على ظروفنا والحالة الاقتصادية. كده. في دول يا دكتور احمد بتنقل جنين واحد بس، القانون نفسه بيمنع ان هم ينقلوا اكتر من جنين. نقطة كويسة قوي انك اثرتها. الهدف من الحقن المجهري ان المريض تروح ببيبي يكون سليم، وعشان يكون سليم ده أأمن حاجة ان هي تحط جنين واحد، لان مشاكل التوأم والحمل المتعدد اللي هو زي 3 و4 بتبقى عالية جدا. نيجي برضه نقطة مهمة قوي، الفلوس. تمام، ان احنا عشان نحط جنين واحد بتقلل اي فرص النجاح في المرة، يعني نسبة النجاح تبقى تقريبا 10-15%. تمام. لو احنا حطينا 10-15% مع 10-15% مع 10-15% هنوصل في الاخر نسبه 45%. طبعا المشكله ان كل مره بنعملها بتكلف فلوس، وطبعا احنا بنشوف ناس كتير قوي في ضغط مادي. تمام. الظروف الاقتصاديه هنا مش زي الظروف الاقتصاديه في السويد مثلا، يعني مش كل حاجه موجوده بره نقدر ناخدها زي ما هي. بس طبعا عشان نحط واحد ونشتغل بفرص نجاح قليله قوي، لا ده في عبء نفسي، لان طبعا حضرتك عارف ان احنا في بلادنا برضو موضوع الحمل ده حاجه يعني ممكن تنتهي بالطلاق. يعني تمام. بره الناس مش كده، ولا المنتاليتي كده خالص. وبرضو في ناس اللي هتعمل مره ما عندهاش مقدره ان هي يعمل تاني وتالت. تمام، فبرضه لازم ناخد الحاجات دي كلها في الحسبان. لازم الواحد يبقى ريزنبل، ناخد الحاجات من بره اللي تنفعنا، واللي ما ينفعناش هنضطر نسيبه. مظبوط. احنا بس هل هو مظبوط؟ هو المظبوط، بس احنا ما نقدرش نعمل كده. بنحاول نفصل الموضوع على ظروفنا على والحالة بالظبط الاقتصادية كده. والامور اللي تخص والاساس المرأة العلمي. المصرية. بالظبط.